هذا اليوم تراث، اليوم هذا اليوم تراث، اليوم تراثنا اليوم. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. طبعا اليوم احنا جمعية ليبيا الأصالة للتراث والفنون مشاركين في مهرجان أم المكارم في دورته الثانية. طبعا مشاركتنا بالخيمة البدوية اللي هي بيت الربيع، وهذه فرقة منتدى المواهب مستضيفينهم معنا في جناحنا الخاص بنا. طبعا جمعية ليبيا الأصالة أسست في 2012 وكان لها سلسلة من المهرجانات. من المهرجان الأول اللي هو كان ملتقى أو ائتلاف جمعيات مؤسسات مجتمع المدني على مستوى ليبيا بالكامل، ولعند 2024 كان لها دورتها العاشرة في المهرجان، مهرجان سبها للتراث والفنون في دورتها العاشرة، ومشاركين في عدة مهرجانات داخل وخارج ليبيا بالتراث. وطبعا هذه رسالتنا من الماضي إلى الحاضر لإحياء هذا التراث، وطبعا زي ما تشوفوا فيه قدامكم. بارك الله فيهم إن شاء الله. اليوم لختامهم اليوم، بارك الله فيهم إن شاء الله، ربي يخليهم وربي ينورهم وربي يخليهم إن شاء الله. بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، وإن شاء الله إن شاء الله لا العام الجاي يجي أحسن وأحسن، أحسن وأحسن إن شاء الله العام الجاي.
هذا اليوم التراث، اليوم هذا اليوم التراث، اليوم تراثنا، اليوم تراثنا.